ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن ازاي تجيبي هديه لقطه وفي نفس الوقت تكون براند لخطيبك او لجوزك في الفالنتاين مثلا، او لو ليكي صاحبه بتحبيها وعايزه تجيبي لها هديه في عيد ميلادها ازاي تجيبي لها حاجه براند وفي نفس الوقت تكون رخيصه وفي نفس الوقت تكون بتتباع في مصر عادي. انا هقول لكم على الطرق اللي انا بعملها، والناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لينا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ويلا بينا نبتدي. هو مبدئيا انا بحب اشتري حاجه لقطه وتكون في نفس الوقت براند. بعمل ايه؟ بخش على حاجه اسمها لينكس بيد او مزاد لينكس. طبعا انتوا اكيد حفظتوا لينكس وزهقتكم منه، بس هو فعلا عشان انا دايما بحب اشتري الميك اب عن طريقه. في حاجه اسمها مزاد لينكس، ده بيبقى عباره عن صفحه بينزلوا فيها الايتمز، بتبقى مثلا ناس طالباها واتاخرت في جمارك قوي فيرجعوا لهم فلوسهم، فهي بتبقى موجوده عندهم فهو بينزلوها باقل سعر. انا اوقات كتير بلاقي ناس بتشتري حاجات فعلا لقطه. يعني انا فاكره كان في صندل كده كنت هموت عليه، كان اليجنت وبراند وكان هاي نيك. انا فاكره ان البنت اللي كانت عامله اخر بيدنج كانت عامله ان هي عايزه تشتري ب 60 جنيه، فانا دخلت بقى وعملت بيدنج ب 65 جنيه وقلت قشطه يعني. البنت دي دخلت في اخر ساعه وعملت بيدنج واشتريته ب 70 جنيه، فاللي هو يا بنت اللذينه. فاللي هي تابعت المزاد للاخر لغايه لما دخلت واشتريته ب 70 جنيه، فاللي هو صندل ب 70 جنيه براند هاي نيك. فطبعا ده كان بالنسبه لي حاجه لقطه يعني. انا بصراحه مش بخش كتير، يعني مش متابعه المزاد قوي. يعني انا بخش عليه اما مثلا عايز اشتري هديه لحد، او ان انا مثلا داخله اعمل اوردرات فلقيته في النيوز فيد في وشي في الصفحه وكده. بس انا ليا اصحاب ليل نهار فعلا بايتين على السايت ده. يعني انا عليه واحده صاحبتي بتقول لي يا عاليه انا بكسب حاجات من عليه. يعني هي مثلا لما تبقى مثلا حاجه بتتباع في امريكا اصلا ب 300 جنيه وهي اصلا تشتريها في المزاد ب 100 جنيه، فطبعا بالنسبه لها ده مكسب، انت شارياها باقل من سعرها اصلا موجوده على السايت. فبالتالي في حاجات لقط كتير جدا، وفي ناس انا يعني في ناس كتيره اعرفهم ليل نهار يعني بيبقوا قاعدين على السايت ومتابعين المزادات وبيعرفوا يجيبوا حاجات لقط فعلا. فالمهم الموضوع بيبقى بسيط جدا. انت اول ما بتدخلي على سايت لينكس بتلاقي الايتمز اللي معمول عليها مزاد في وشك، او بتلاقي على صفحتهم لينك المزاد اللي هما بيغيروه كل يوم. بس في حاجات معينه لازم تاخدي بالك منها قبل ما تعملي مزاد على الحاجه اللي نفسك فيها. اول حاجه المقاس يا جماعه. في ناس بتعمل مزاد على هدوم، فالهدوم دي بيبقى كاتب لك جنبها مثلا ده ميديوم، ده اكس لارج، ده 3 اكس لارج. لازم تاخدي بالك هل ده مقاسك ولا لا. تاني حاجه هو بيبقى كاتب لك جنب كل ايتم قدامه قد ايه، يعني مثلا قدامه يومين ويخلص، قدامه 3 ايام ويخلص، فلازم تاخدي بالك من القصه دي جدا وتتابعي. تالت حاجه البرودكت لينك. خدي بالك من البرودكت لينك، لانه طبعا احنا لما بنيجي نشتري ميك اب بيبقى هممنا ان هو لازم يكون اوريجينال، فانت عشان تتاكدي وتعرفي سعره اصلا كان كام هتلاقي في حاجه اسمها برودكت لينك، تدوسي عليه وتشوفي السايت اللي هم شاريين البرودكت منه وتشوفي سعره كمان على السايت وتشوفي تحددي اذا كان ده سعره لقطه او لا او كده. فدي الجايد لاينز اللي انتوا تمشوا عليها، وهو موضوع بسيط جدا. يعني انت بتخشي بيقولك سعره كام دلوقتي وانت تخشي تعملي مزاد ان انت عايزه تشتريه بقد كذا او كده، وبعد ما المزاد ده بيخلص لو انت سعيده الحظ بيقولك بقى ان هو هيبعتهولك على البيت بعدها بيومين او 4 ايام وبتدفعي على طول عند الاستلام. يعني ما فيش نو نيد لكريدت كاردز او الحاجات دي. طبعا المزاد ده للناس المشتركه في لينكس، بس انا طلبت منهم كود تقدروا تستخدموه عشان تشتركوا في الموقع من غير فلوس وتقدروا تتابعوا بيه المزاد. فيا رب اكون افدتكم، والناس اللي اشترت حاجات لقطه او يعني لسه هتشتري حاجات لقطه فرحوني وابعتولي قولوا لي اشتريتوا ايه، واشوفكم على خير ان شاء الله.